مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. رجعت نهضر معكم في واحد الموضوع يتعلق بالأحداث الأخيرة، ما يجري في الساحة السياسية المغربية. وهنا نشير إلى حملة الاعتقالات اللي شملات برلمانيين وقياديين في أحزاب سياسية. ولا جينا نربطوا بين الأمرين تلاحظوا بأن في شغب الملاعب الرياضية، مثلا متى تكون لعبة الرجاء ولا الوداد ولا الجيش ولا المغرب الفاسي ولا اتحاد طنجة ولا اتحاد الزموري ولا حسنية أكادير وجميع الفرق الرياضية، متى يوقع الشغب تيتم معاقبة إدارة الفرق بضرائب مالية. مزيان. هنا متى نشوفوا الفرق الرياضية والفرق السياسية اللي هي الأحزاب السياسية ممثلة داخل البرلمان أو في الجماعات الترابية، متى نشوفوا هذا الحجم من الفساد والاعتقالات والمتابعات للبرلمانيين ومسؤولين أو منتخبين في الجماعات الترابية، تيطرح هنا واحد السؤال، تيطرح على مستوى أن الأحزاب السياسية تتقاضى الدعم العمومي. هذا الدعم العمومي من أجل تأطير وتوجيه الجماهير واستقطاب المواطنين والشباب والشابات إلى غير ذلك، من أجل بناء واحد الوطن منظم في مؤسسات منظمة دستوريا. متى نجيو نشوفوا هذه الأحزاب السياسية اللي تستخلص دعم عمومي اللي هو من الضرائب ديال المؤسسات وضرائب الشعب، خص يتلقى واحد الحل ولا نلقاو شي فورمول باش هاد الأحزاب السياسية هي تحمل مسؤوليتها وما يوقع عندها شي ضجة بحال اللي وقع في حزب الأصالة والمعاصرة حاليا وباقي الأحزاب. تا واحد كما تيقولوا التزين ما خطاتو الأولى. خص الدائرة لهاد الأحزاب السياسية بما في ذلك البرلمان اللي مفروض عليه تكون عنده واحد لا ديونطولوجي، واحد الاخلاق ديال ممارسه في المهمه البرلمانيه، لانها هي مهمه وليست وظيفه. خص البرلمان حتى هو يجبر على تأدية الدائرة في إطار الفساد داخل الفرق البرلمانية، لأن البرلمان مسؤول عن ما يجري ويروج، مسؤول حتى على الهندان. البرلمانيين خصهم يحترموا المؤسسة، ماشي يستعملوا السلطة على الصحافة الوطنية اللي هي معروفة ويضغطوا عليها ويمارسوا عليها جميع الممارسات من أجل إلزامها الصمت وعدم الكشف عن مجموعة من الأمور، بحال جالسين في شي حفرة وسادين عليهم، لا بيناتنا ندوروا، لا ما كاينش بيناتكم تدوروا. هذيك مؤسسات الشعب وتمثل الأمة، وبالتالي يفترض أن جميع الصحفيين الحامل البطاقة المهنية الحق في الولوج، وإلا تكون هناك تواطؤ ما بين الموظف الوظيفي بلا ما ندخل في التفاصيل والموظف الإداري لمجلس النواب أو البرلمان ككل، بما فيه الإدارة السياسية اللي هي أعضاء المكتب مجلس النواب وعلى رأسهم رئيسي البرلمان بغرفتين. ونتمنى من
الحكومة إلا كانت عندها الجرأة من أجل تطهير الحقل السياسي تنوض وتوجد شي قانون مثل القوانين التي تجرى على الفرق الرياضية تجرى على الفرق البرلمانية والفرق المنتخبين والمؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية. كاين فساد تخلص دائرة سليمة. وشكرا لكم.